الغلا، العافيه، الزرقاء ولي ماه، كلشي ولا هاز زيدو بكثره. هاد الغلا اللي ولا في السوق اللي حطيتي على يدك تتحرقك، تتسمع غير 160 180 و100 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 وانت طالع حتى 300 400. هادشي غير في الخضره والفواكه. فاللحم فات 120 درهم في بعض المناطق، وزيد كثر المواد الاساسيه بحال الزيت والدقيق واتاي عند مول الحانوت. غير تعطاس تلقى كلشي تزاد بدرهم او بجوج دراهم. المهم الصالير مغربي والاسعار اوروبيه بلا جوده اوروبيه، مطيشه صفراء ودنجه اللون. الحكومه تتقول ان الاسعار السبب ديالها هو الارتفاع في الاسعار في السوق الدوليه. اما على الخضره فاش تقول الجفاف والجريحه. اما على اللحم فقالت بان الاسباب ديالو هو الاعلاف. وزيد 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 وهكذا. فالفقير ما بقاش يقدر يعيش، حتى ان الاطباق اللي كانت في الدوري ديال الطبقه الفقيره ولاو مستحيل على الفقراء ياكلوهم. بحالاش؟ بحال المطيشه والبيض بائم، والعدس واللوبيا والبصاره والمرقه بلا لحم. بل غادي يظهروا اطباق جديده في موجه غلاء 2023 بحال دانون تتحط في طبسيل وتدور عليه العائله وشي يبدا يتغمس بالخبز. زيد عليه نصف ملفاي ديال درهم. وحتى اجتماعيا ظهروا ظواهر جديده بحال شد دارك ما تكونش ضايف على شي واحد باش ما يتقلقش عليك، ومنها باش حتى هو ما يجيش عندك. زائد الصدقه ديال اخراج كسكسيه ومجموعه في المساجد قلات بزاف، حيت مع هذا الغلاء القصعه ديال الطعام ولات فايته 200 درهم. الناس قبل كانوا تيتقداو بالكيلو، في غلاء 2023 ولاو تيتقداو للحبه. وحتى هذاك الخضار اللي كان توقف عليه مسكين او مسكينه وتيطلبوا على شي حبه ديال المطيشه او بطاطا، فما بقاش يقدر يصدقها عليهم، حيت حبه ولات دايره 2 دراهم اللي هي 8 كيلو قبل ايام الرخا. اذا صدق غير 3 المطيشات او 10 فغادي يمشي ليه الرباح وغادي يدخل في راس المال. المهم في 2023 المغربي ما بقاش يهبط السوق باش يتقدى، غير تيهبط تيشوف اش كاين محطوط وتيدير لايك واشتراك وترجع بالقفه خاويه ديالو. المهم الله يصاوب، نتمنوا من الله يرفع علينا هذا الغلاء. اذا عجبك الفيديو ما تنساش الجيم والاشتراك في القناه. تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.